الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. نهار اليوم كتبت مقالا ونشرته على صفحتي في الفيسبوك. سأحاول في هذا الفيديو أن أقرأ عليكم مضمون هذا المقال، لأن مقام كتابته مؤلم جدا. تعالوا أحدثكم عن الأمة المغدور بها. الأمة المغدور بها، وأعني بهذه الأمة الكردية. لست أعرف ما هي الحكمة الإلهية من خلق الله تعالى للكرد وكردستان في هذه المنطقة الموبوءة بالحروب والصراعات. لماذا لم يجعل الله الكرد جزءا من أوروبا مثلا؟ ولماذا جعل كردستان بين الترك والعرب والفرس الذين يشهد التاريخ على صراعاتهم وحروبهم فيما بينهم؟ دخل الكرد الإسلام سلما من دون حروب ودماء، لأنهم في الأصل كانوا يعبدون الله وفق الديانتين الإيزيدية والزردشتية، وما كانوا يعبدون آلهة يصنعونها من التمر والطين والحجر كما كان يجري الحال في الحجاز أو في مكة تحديدا. بينما دخلت قريش الإسلام بعد 3 حروب: حرب بدر وأحد والخندق. ودخلت الحجاز والعراق والشام الإسلام بالسيف والحرب. كلكم يعلم حروب الردة وما أتى بعدها وما سفك فيها من دماء، وما حدث خلالها من انتهاكات، وحادثة مالك بن نويرة وزوجته خير دليل دامغ على ذلك، والمصادر موجودة من أفواه المؤرخين المحسوبين على أهل السنة والجماعة. ما علاقة الكرد بالصراع على الملك في قريش داخل قريش بين بني أمية وبنو هاشم؟ ما علاقة الكرد بالصراع على الملك في قريش بين بني أمية وبني هاشم؟ لا علاقة لهم بذلك، ولا علاقة لهم بما جرى في السقيفة من سجالات وتطاحن واشتباك ومكاسرات ما بين المهاجرين والأنصار، والرفض سعد بن عبادة مبايعة أبي بكر الصديق على الخلافة. لا علاقة لهم بذلك، لا علاقة للكرد بهذه الأمور، لا علاقة لهم بما جرى في السقيفة وإبعاد علي بن أبي طالب عن الخلافة، ولا علاقة لهم بمقتل عمر وعثمان وحرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان ومقتل علي وتسميم الحسن ومقتل الحسين. لا علاقة للكرد بهذه الأمور تماما. من لهم العلاقة معروفون عرقا وأصلا وحسبا ونسبا وجغرافية وثقافة، معروفون منهم. لا علاقة للكرد بهذه الأمور، بهذه الفظائع. دخل الكرد الإسلام وأبلوا بلاء حسنا، لكن المسلمين وليس الإسلام، المسلمين غدروا بالكرد غدرا مبينا يمتد إلى هذه اللحظة. في تعاملهم مع الكرد وكردستان لم يلتزم المسلمون، لكي لا يحرف أحدهم كلامي فأنا أقصد المسلمين، لم يلتزم المسلمون من العرب والترك والفرس بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل التزموا المسلمون من الترك والعرب والفرس، بل التزموا بشرائع قومياتهم وقبائلهم ومصالحهم في تعاملهم مع الكرد. المسلمين اللي يفترض
المؤمنون أخوة وكلنا سواسية ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. الموضوع اتضح أنه محض نصوص تقال وقت الحاجة. المهم في ذلك التزم هؤلاء من المسلمين الترك والعرب والفرس بشرائع قومياتهم وقبائلهم ومصالحهم وجاهليتهم. هؤلاء قاتلوا الكرد باسم الدين والإسلام والجهاد في سبيل الله. قاتلوا الكرد المسلمين، والحق والحقيقة يقولان إنهم قاتلوا الكرد بأسماء قومياتهم العربية والتركية والفارسية وفي سبيل سلطانها وسلطاتها وأنظمتها. المسلمون من هذه القوميات وليس الإسلام. حروب العرب والفرس كان ضحيتها الكرد. حروب الترك والفرس كان ضحيتها الكرد. حروب الترك والعرب كان ضحيتها الكرد. يا ربي يا ربي يا أرحم الراحمين، لماذا لم ترحمنا من هذه الحروب وتخلقنا ككرد في منطقة أخرى؟ هل يعني هذا الأمر خارج عن قدرتك؟ معاذ الله، حاشا لله، كان بإمكانك فعل ذلك، لكن لماذا ابتليتنا بهذه المنطقة؟ يا ربي يا أرحم الراحمين، لماذا لم ترحمنا من هذه الحروب ولم تخلقنا في منطقة أخرى كأن تكون المنطقة الإسكندنافية، ليكون الكرد وكردستان بعيدين عن هذا الجحيم الذي يسمى الشرق الأوسخ. ساعد الكرد العثمانيين الترك في بناء دولتهم، فغدر العثمانيون الترك بالكرد. ساعد الكرد مصطفى كمال أتاتورك في بناء جمهوريته، فغدر بالكرد وعلق قادتهم على أعواد المشانق وأبادهم. ساعد الكرد الخميني في ثورته على الشاه، فغدر بهم وحاربهم ولاحق قادتهم وقتل نظام الخميني قادة الكرد في كردستان الإيران وفي المهجر في فيينا وفي برلين. أتى الفرنسيون غزاة إلى سوريا، استسلم البرلمان السوري ووقف وزير الحرب السوري يوسف العظمة الذي ينحدر من الأرومة الكردية. يوسف العظمة الكردي النسبي والعرقي والدمي والثقافة، وقف قاوم ضد الانتداب الاحتلال الغزو الفرنسي مع بعض مقاتليه مسلحيه في وجه الفرنسيين لئلا يقال إن الغزاة دخلوا دمشق من دون مقاومة. قتل يوسف العظمة ومن معه على بطاح ميسلون، بينما تجار شام شريف، تجار دمشق من العرب المسلمين السنة، عندما دخلت عربة الجنرال هنري غورو دمشق تملقا وتزلفا له من هؤلاء التجار، فكوا الأحصنة من عربته واستبدلوها بالقبضايات مشان يجروا العربة المحتل جنرال غورو بدلا من الأحصنة. حرام الأحصنة تتعب، ومش حرام قبضايات دمشق يجروا عربة الجنرال الغازي. جنرال غورو عندما أتى دمشق وطأت قدمه دمشق بعد هذا الاستعراض، ذهب إلى مقام صلاح الدين القائد الكردي الذي حرر القدس للعرب وللمسلمين. جنرال غورو ركل بقدمه بجزمته قبر صلاح الدين، ضريح صلاح الدين، وقال: ها قد عدنا مرة أخرى.
إلى دمشق وإلى المنطقة. ومعروف يعني دلالات هذا القول، بينما تجار دمشق فكوا أحصنته وجعلوا عربته يجرها قبضايات أهل السنة والجماعة من تجار دمشق. هل رأيتم في العالم إخلاصا وطنيا لسوريا كالذي فعله تجار دمشق مع غورو؟ لن تروا. ودماء يوسف العظمة الكردي لم تبرد بعد، وجسده لم يوارى الثرى بعد، وبقي هناك تحت شمس ميسلون جسد يوسف العظمة. معظم مجاهدي دمشق كانوا من الكرد، ومعظم عملاء الفرنسيين داخل دمشق كانوا من غير الكرد. بلاها نحكي بالتفاصيل. بعد أن غادر الفرنسيون سوريا سنة 1946 كان أول من غدرت بهم سوريا، بعد أن غادر الفرنسيون سوريا سنة 1946 كان أول من غدرت بهم سوريا الدولة هم كردها الذين دافعوا عنها. حتى قبل أن ينتفض السوريون على نظام البعث سنة 2011 انتفض الكرد على نظام البعث سنة 2004، وشاركوا في الثورة السورية بالمظاهرات وبالاعتصامات والأقلام والحناجر والكلمات. لكن حين تغير نظام الحكم في الشام غدر نظام الشام نظام الجولاني بالكرد بعد غدره بالعلويين والدروز. حقائق ليست ببعيدة تفصلنا عنها أيام وساعات. قصة الكرد في العراق معروفة منذ انتفاضة الشيخ محمود الحفيد ورفضه مصافحة الإنجليز إلى يومنا هذا. هذه القصة معروفة، يعني تفاصيلها معروفة من تلك اللحظة إلى يومنا هذا، ولا حاجة لنا بسردها. الكرد في سوريا شعب وقومية. الكرد في سوريا شعب أصيل وقومية أصيلة، لهم ما ينص عليه القانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان، وليس سقف حقوق الكرد ومطالبهم هو مرسوم أحمد الشرع المرسومي الجولاني القريشي الأموي القاعدي الداعشي المجهول النسب. سقف حقوق الكرد ليس ذلك المرسوم الذي أصدره كل هذه الأوصاف التي يتشدق بها الجولاني، على أن أصله قريشي وأموي وهو في الحقيقة قاعدي وداعشي ومجهول النسب. يقول الجولاني ومثقفو وجلاوزته وإمعاته: نحن والكرد أخوة متساوون في الحقوق والواجبات. كلام جميل ممتاز ولا غبار عليه. وحين تسألهم هل يحق للكردي أن يكون رئيسا لسوريا طالما نحن أخوة؟ يجيب طبعا لا. يجيبك طبعا لا، لأن العرب هم الأغلبية. يجيبك بوقاحة. طيب، هل يحق للكردي أن يكون رئيس وزراء؟ يرد: طبعا لا، لأنها الجمهورية العربية السورية. يجيبك بوقاحة أكثر من الوقاحة السابقة. إذن تطرح عليه سؤالا آخر: إذن يحق للكردي أن يكون وزير خارجية ووزير دفاع؟ يرد: قطعا لا. يجيبك وهو يضحك ساخرا حانقا هازئا غاضبا ويده على مسدسه
أو على مقبض خنجره من مثقفو وجلاوزة وإمعات نظام الجولاني. وعليه ما عسى الكردي بعد كل هذه الإجابات، بعد كل هذا الدجل والزيف والخداع والنفاق، ما عسى الكردي أن يرد على هذا النفي القطعي إلا أن يقول له لهؤلاء كلهم: كس اختك وكس اخت هكذا أخوة مزيفة، وكس اخت هكذا دولة غير وطنية تفضل العربية على الكردي والسرياني والأرمني، وتفضل المسلم على المسيحي، وتفضل أهل السنة والجماعة على العلويين والشيعة والدروز من المسلمين، وتفضل السلفية الجهادية التكفيرية القاعدية الداعشية الإخوانية الموفق زيدانية على سائر أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والمالكية والشافعية وبقية تفاصيل الطيف السني. هذه دولة يقال لها دولة وطنية، كس اخت هيك دولة وطنية، ماشي؟ هذه يعني الإجابة: نحن أخوة ومتساوون ولا فرق بين تركي وأعجمي وسرياني إلا بالتقوى. وبعدين لما تجي بتحطوا أمام اختبارات وامتحانات والتزامات هذه الأخوة المزيفة، ينزلق إلى الوراء ويتحسس مسدسه أو خنجره الداعشي والقاعدي. هكذا هم جلاوزة ومثقفو وإمعات نظام الجولاني. صحيح أن الكرد في سوريا وقفوا مع الكفاح المسلح ضد النظامين الفاشيين في تركيا والعراق، هذا صحيح. ولو كانت كردستان إيران على حدود الكرد السوريين لدعموها أيضا، دعموا الحراك النضالي التحرري الكردي في إيران، كما دعموا النضال الكردي التحرري المسلح الكفاح المسلح في تركيا وفي كردستان العراق. لكن الكرد السوريين لم يرفعوا السلاح في وجه سوريا منذ نشأة الكيان السوري. الكرد ما فعلوا ذلك، طبعا السريان كمان ما فعلوا ذلك، والعلويين ما فعلوا ذلك، والدروز لم يفعلوا ذلك. لم يكن سلوك مكونات الشعب السوري الأصيلة يقتضي ويملي رفع السلاح في وجه الدولة. من الذي فعل ذلك؟ الذي رفع السلاح في وجه الدولة السورية وطالب بالسلطة والحكم هم العرب السنة المسلمون. طبعا جسد النظام وكان جسد عربي وسني، لكن الرأس كان علوي، وهي نقطة سبق أن ذكرتها. الذي رفع السلاح في وجه الدولة السورية وطالب بالسلطة المطلقة والحكم المطلق هم العرب المسلمون السنة الإخوانجية الجهادية. فعلوها في الستينات وفي الأعوام 1979 ومجزرة المدفعية معروفة، وعام 1980 و81 و82 وفشلوا. الآن نجحوا في تحقيق حلم نهاية الستينات والسبعينات والثمانينات. الآن حققوا ذلك الحلم، حققوا. وموفق زيدان ينتمي إلى تلك الحقبة، إلى حقبة 81 82 في حماة، ينتمي إلى تلك الفترة، وكان مقاتلا وضمن المقاتلين الموجودين والذين يقاتلون الدولة ويرفعون السلاح في وجه الدولة وقت ذاك. موفق زيدان اللي هو حاليا هو مستشار الجولاني. المهم، الكرد لم يتورطوا في ذلك الصراع بين حافظ الأسد وجماعة الإخوان المسلمين المدعومة من صدام حسين.
في بداية عام 2026 هذا العام، وبدعم من تركيا السلطة المحتلة الدولة المحتلة لأراضٍ سورية، لواء اسكندرون، عفرين ومناطق أخرى من ريف حلب تحتلها تركيا. بدعم من هذه الدولة المحتلة رفعت سوريا الجمهورية العربية السورية، الجيش العربي السوري، نعم تماما، الجمهورية العربية السورية قتلت العرب الدروز، الجمهورية العربية السورية قتلت العرب العلويين، الجمهورية العربية السورية قتلت العرب السنة، الجمهورية العربية السورية البعثية الأخوانية السورية قتلت الكرد في مطلع هذا العام. طبعا قتلت الكرد في مرات عديدة، لكن الطور الجديد، الطور الإخواني والقاعدي والداعشي لهذه الدولة، ابتدأته هذه الجمهورية باستهداف الكرد بالغدر المشين للكرد، ومثقفو هذه الجمهورية يهللون ويصفقون ويطبلون بالتحرير. أي تحرير؟ تحرير إيه؟ تحرير ماذا؟ تحرير كلفته بيع الجولان والجنوب السوري لإسرائيل. على العموم، بدعم من تركيا المحتلة لأراضٍ سورية، رفعت سوريا السلاح في وجه أكرادها وهاجمت حيين كرديين في حلب. لم يكن نظام الجولان وحيدا في حربه تلك، بل وقف معه العشرات وربما المئات من المثقفين والأدباء العرب المسلمين السنة. الكل ارتد إلى عرقه وقوميته وجاهليته، وترك اليسارية والليبرالية والاعتدال والأمور هاي كلها جانبا. الكل تخندق خلف الجولاني الذي كانوا يحاربونه بالأمس. أصبح الجولاني قائدهم وزعيمهم المفدى. لم يكن نظام الجولاني وحيدا في حربه تلك، بل وقف معه العشرات بل المئات من المثقفين والأدباء العرب المسلمين السنة من دون حياء وخجل، بل بوقاحة ممزوجة بالمزايدات الوطنية والثقافية. بيزايدوا علينا، أنت أقلوي، وأنت مشكوك بسوريتك، وأنت قسدي، وأنت قنديلي، وأنت مهاجر، وأنت ما بعرف شو. بمنتهى الصفاقة والعنصرية هؤلاء المثقفين بمستويات مختلفة بلشوا بالمزايدات الثقافية، لكن أس هذه المزايدات الثقافية والوطنية هو الانحياز للجانب العنصري العفن القميء في نظام الجولاني، العنصرية الدينية والعنصرية القومية والعنصرية الطائفية، هذه الفاشية المركبة. أقلام هؤلاء، أقلامهم وكلماتهم وضمائرهم إن كان لهم ضمير، وأخلاقهم إن كانت لهم أخلاق، المدافعة عن الجولاني ملطخة بدماء العلويين والدروز والكرد، أولئك المثقفين الوطنيين المحترمين الأفذاذ الإمعات. الكرد لم يرفعوا السلاح في وجه الدولة السورية، بل رفعوا هذا السلاح دفاعا عن أنفسهم كما يجري الآن في هذه اللحظات. الكرد لم يرفعوا السلاح في وجه الدولة السورية، بل رفعوا هذا السلاح، رفعوه دفاعا عن أنفسهم في وجه سلاح الجمهورية العربية الإسلامية السنية الأموية القبيحة التي أراقت دماء العلويين والدروز والمسيحيين قبل إراقتها دماء الكرد. نعم، الكرد لم يرفعوا السلاح في وجه الدولة، بل حملوا السلاح دفاعا عن أنفسهم، كما حملوا السلاح في وجه تركيا دفاعا عن أنفسهم، وحملوا السلاح في وجه نظام صدام حسين دفاعا عن أنفسهم. هذه الهمجية الفاشية
المقيتة وهذا السعار لدى نظام الجولاني ومثقفي يؤكد صحة السردية الكردية بأن هذه كردستان سوريا، هذه المناطق الكردية في سوريا، هنالك شعب سرياني في سوريا، هنالك شعب كردي في سوريا، هنالك شعب أرمني وآشوري في سوريا. إن ضاق الحاضر على زمن الجولاني بحقوق هذه الشعوب فالمستقبل لهذه الشعوب، ومزابل التاريخ للجولاني مثلما مزابل التاريخ لنظام الأسد وجلاوزته وأمعاته ومثقفيه. ساعد الكرد العالم وأمريكا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لكن العالم وأمريكا أيضا غدروا بالكرد، ورجح العالم كفة نظام الجولاني الذي هو امتداد لتنظيم داعش الإرهابي أو إعادة تدوير لذلك التنظيم الهمجي الأسود الذي يعيش الآن في قلب نظام أبو محمد الجولاني. سيبقى سؤالي هذا معلقا مع الأسف الشديد، سيبقى سؤالي هذا معلقا من دون إجابة إلى يوم القيامة. إلى متى سيبقى الكرد الأمة المغدور بها من قبل النظام العالمي؟ إلى متى سيبقى الكرد الأمة المغدور بها من قبل النظام العالمي قديمه وجديده، النظام العالمي القديم والنظام العالمي الجديد؟ لماذا خلقتنا في هذه المنطقة؟ لماذا خلقتنا في هذه المنطقة يا رب العالمين، ولم تخلق الكرد وكردستان في أمريكا الجنوبية أو الشمالية أو في أوروبا أو حتى على كوكب الزهرة والمشتري؟ لماذا تأخر نيزكك العظيم كي ينهي هذه الحياة المزيفة؟ إسرافيل العزيز، انفخ في البوق، بوقك نخره الصدغ، أرجوك انفخ في هذا البوق وأرح العالم مما يتمرغ فيه من زيف ودجل ودماء وتفاهة وحضيض وسفالة. أرجوك يا إسرافيل انهي هذا الأمر بنفخة عظيمة في صورك وبوقك العظيم، وأنهي هذه الكارثة التي نعيشها في هذا العالم المخادع الدجال الكذاب، هذا العالم الذي يرجح كفة المصالح على كفة الأخلاق والمبادئ. دمتم بخير.